اهلا بيكم. النهارده وفي حلقتنا جايب لكم حيوانات انقذت بعض من الموت. اتمنى تدعمني بلايك وشير، هيفرق معايا جدا. يلا بينا. مجموعه من الكلاب الضاله بتحاول تلفت انتباه الاولاد المراهقين دول عشان يجوا معاهم لانقاذ صديقهم اللي وقع في بركه ميه ومش عارف يطلع منها. الشخص ده وكلبه أنقذوا كلبين كانوا هيغرقوا في النهر الجليدي ده. العجل الصغير ده لقى مساعدة غير متوقعة من أسد اللي خوف أسد تاني كان بيحاول ياكله. الكلب الشواوا ده هجم عليه الديب، والكلب ده فريسة سهلة بالنسبة للديب بسبب حجمه. ولحسن حظ الكلب ده إن جارهم عنده كلب روتوايلر، لما شاف الديب بيهاجم الكلب ده هجم على الديب بسرعة علشان ينقذ الكلب. الكلب الجعان ده محظوظ جدا لأنه صديقه الببغاء قرر إطعامه من المكرونة الأسباجيتي من الحلة لبقه على طول. الصداقة الجميلة دي. أسدين كبار هجموا على الأسد الصغير ده. الجاموس سمع صرخات الأسد اللي بتطلب مساعدة من أي حد. قطيع الجاموس جم على صوت الأسد. الأسدين لما شافوا القطيع قالك الجري نص الجدعنة، يا روح ما بعدك روح، أصل الجاموس البري ما بيهزرش. في وقت لما الصقر ده انقض على الفرخة علشان ياكلها، حيوانات المزرعة كلها جريت على الصقر علشان تنقذ الفرخة. مجموعة من الكلاب البرية عاملين كماشة على الضبع ده وخلاص ضمنوا فريستهم، لكن في ضبع تاني سمع صرخات أخوه وجه بسرعة لإنقاذه. الفهد الشرير ده قاعد فرحان علشان مسك فريسته، ما كانش يعرف إن أمه وصلت وهتعلمه درس عمره ما هينساه. الخنزير ده مش خايف من أي حد، بيهجم على الشيتا بكل شجاعة علشان ينقذ طفله. البقرة الأم دي بتشاور بشكل صريح للسواق ده على عجلها اللي متعلق في السياج الكهربائي ومحتاج مساعدة ضروري. دايما بنشوف قرود الشمبانزي شبهنا في حاجات كتير، زي القرد ده بيأكل السمك بإيده. الراكون ده شايف أخوه على قده في السباحة وبيحاول يساعده ويطلعه بره المية قبل ما يغرق. الزرافة الصغيرة واقفة بين رجلين أمها، وده وضع الحماية بالنسبة للزرافة علشان تقدر تحمي ابنها لأنه في خطر دلوقتي من الأسود، لكن الأم بتحميه بكل ما عندها. كلب بينقذ قطة من الغرق، عكس اللي بنشوفه دايما إن القطط والكلاب دايما في عداوة، وما كنتش هصدق ده لولا شفته بعيني. القطة في حالة صدمة ضربت الكلب بالقلم على وشه. على فكرة ده جاي يساعدك، انت مش واخدة بالك ولا ايه؟ لكن الكلب كان صبور جدا علشان يساعدها. اتمنى ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، والاشتراك لو لسه مكمل معايا. يلا بينا نكمل حلقتنا. انا ما كنتش مصدق ان الحيوانات ممكن تنقذ بعض، بس بعد ما شفت الفيديوهات دي اكيد صدقت. إنسان الغاب بينقذ طائر غرقان في المية. الطائر المسكين ده بيكافح للخروج بره المية ومش عارف، لكن أنقذه في النهاية. الكلب ده لاحظ إن في حاجة في المية ومحتاجة مساعدة، ومفيش وقت ونط في المية لإنقاذ الغزالة الصغيرة دي. الفهد قتل قرد البابون، لكن اللي هيقطع قلبك إن طفلها متعلق فيها. يا ترى الطفل ده كانت نهايته إيه؟ القطة الشجاعة دي بتضرب الكلب علشان تنقذ القطتين دول. العداوة بين الكلاب والقطط مش هتنتهي.
لو وصلت لهنا يبقى انت من المميزين والغاليين قوي على قلبي. اتمنى تعمل لايك واشتراك وشير بالحب وفعل الجرس علشان تشوف كل جديد دايما. اشوفكم بخير دايما، سلام.